عايزة أقول أولا صباح الخير. ثانيا عايزة أقول إن من أكتر الحاجات المهمة في حياتنا اللي بتشفينا نفسيا وداخليا إن احنا نلاقي حد نحكي معاه ونفضفض وياه. مفيش حد مننا خالص مبقاش عايز يتكلم مع حد يبقى قريب منه وفاهمه ويفهمه ويتفهم أو يتفهم كلامها، سواء أيا كان اللي بتسمعك واحدة أو اللي بيسمعك واحد أو العكس. بس خلينا نكون صراحة، محدش مش محتاج التاني، كلنا محتاجين بعض. بس الفكرة ان احنا مش كلنا ممكن نفهم بعض، وممكن ما نفهمش بعض صح. عشان كده مهم ان انت تختار حد بجد تتكلم معاه، لان ده هيفرق معاك كتير قوي، يفرق معاكي كتير جدا. بس تختاري على قد ما تقدري صح وتختار صح. لان غالبا لما بنيجي نتكلم في حاجة وجعانا بنبقى طبعا محتاجين نحس بالامان، نحس بالاطمئنان، نحس ان احنا واحنا بنتكلم مش خايفين مش قلقانين ان الكلام ده يطلع بره. كمان بنبقى عايزين نحس ان اللي قدامنا فاهمنا، مش هنقعد بقى نشرح كل كلمة ومثلا نقول لا والله انا مش قاصد الحتة دي، انا والله مش وحش في الحتة دي، انا مش عارف ايه. علشان كده مهم جدا انك تختار، وانك تختاري وارجع تاني تختار حد يفهمك ويبقى شبهك في نفس اوجاعك او مختلف، او على الاقل يبقى عنده ده شغال او عندها ده شغال وفاهمك وفاهمك. وده خلوني اقول ان نادرا قوي، بس اكيد شور هتلاقيه، بس محتاج وقت شوية. ولو لقيته او حسيت ان هو موجود في حد، امسك فيه بايديك واسنانك. الشيء اللي بعد كده انتي او انت لما تطلعوا اللي جواكوا بتستشفى من جوه، تحس ان انت هديت. سواء انت عايز تفضفض بس وحد يسمعك، او عايز تفضفض وحد يسمعك بس حد يقولك انت صح ولا غلط، على حسب. ساعات بنبقى محتاجين احيانا ان حد يسمعنا بس من غير ما يقول لنا ولا يعاتبنا مثلا او يوجهنا او يقول لنا اي حاجه او يقول لنا حتى راي. وساعات بنبقى محتاجين رأي اللي قدامنا او حد يرشدنا. ففي اوقات واوقات، بس مهم جدا انك تعمل كده، علشان انت هتفضل تكتم جواك وتعدي وتنشغل في الحياة وتنضغط. فانت عايزة اقولك انت بتنضغط جواك اكتر من اي حاجة تانية، وبتلاقي مع مرور الايام والوقت هيحصل لك انفجار، ومش هتبقى سوي نفسيا ولا متزن نفسيا. وده لو ما حصلش من اول وهله هيحصل بعد كده، مره على مره هيحصل معاكي ومعاك كده. فده غلط تماما طبعا، لانه مش هيوصلك لا لتطوير ذاتي ولا للنجاح ولا لشخص سوي حتى ولا لشخص متفهم. وهتلاقي نفسك متكعبل ومتلخبط ومتكلكع نفسيا بشكل غير طبيعي. لكن احنا لما واحده واحده نخرج اللي جوانا هنرتاح. طب هل الخروج اللي جوانا ده ياسمين بس ناحيه انه اشخاص نقعد نحكي لهم ونشكي لهم ونقول لهم، ولا بيبقى فيه كذا طريقه تانية مع الجانب ده؟ عشان احنا بنبقى محتاجين جانب الاستماع قوي، واللي يحس بينا جدا ونحس معاه بالامان والراحه النفسيه. ولكن مع الجانب ده انت محتاج او انت محتاجي تلعبي رياضه، تخرجي، تعرفي قيمتك، تحبي نفسك، تحبي نفسك، تبدا تقرا في كتب تنميه بشريه، كتب عامه، تبدا تعرف دينك طبعا اهم حاجه، وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وحضره النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تبدأ تغير فكرك ناحية حتى الدين والصلاة والتعبد بالحب، انه اساس الدين واساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وحتى في الصلاة والتعبد هي الحب والإنسانية والرحمة والتعامل والأخلاق. فيبتدي فكرك يتغير. تبدأ ان انت او تبدأي ان انت تمارسي اليوجا. وانا اتكلمت في موضوع اليوجا ده كتير جدا، وقلت ان اليوجا من الحاجات الحلوة جدا والحاجات المهمة جدا، الحاجات اللي بتعطينا سلام داخلي وبتشفينا كده من جوه، وبتعطينا مرونة جسديا، وبتعطينا برضو ايضا يعني صحة جدا قوي، وبتخلي عندنا اتزان نفسي واتزان جسدي وروحي وروحاني. بس احنا للأسف مش مدركين ده. فاليوجا من الحاجات اللي بتعالج جدا الامور النفسيه جوانا، وجسديه وغير جسديه، من الحاجات اللي انا برشحها جدا ان لازم تكون في يومك. سواء انت تمارسها او انت تمارسيها في البيت بتمارين معينه سهله تمارسيها مع نفسك، او سواء انت تمارسيها في جيم مع كابتن او تمارسها مع حد، وتسمع كتير ليها. لانه مجرد انك بتسمع مع الموسيقى الخافتة فيها دي بتريح وبتدي شعور حلو جدا فوق ما تتخيل. بس احنا عشان ما جربناش، وللاسف احنا واخدين فكر معين خطأ عن اليوجا، فبالتالي برضو
ما عندناش الثقافة الكويسة يعني. لكن كل حد مارس يوجا او مارست يوجا هي عارفة كلامي جدا ومجرباها وعارفة قد ايه هي مهمة وحلوة كتير. فدي من الحاجات الكويسة. فالقرب من ربنا طبعا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرياضة بشكل عام مهمة جدا، بتخرجنا بره أي حاجة نفسية، معرفة نفسنا وحب نفسنا وقيمتنا، إن احنا نشتغل على موهبتنا ونشتغل على هدفنا، وإن احنا نعرف إيه هدفنا ونشتغل عليه ونطور من نفسنا. القراءة بشكل عام، القراءة بشكل خاص في المجال بتاعنا أو في الدين زي ما قلنا، اليوجا بشكل خاص جدا. كل الحاجات دي مع اللي أنا فضفض وخرج دايما. وحتة في حاجة بقى، جلد الذات. اوعوا تعملوا كده، اوعى تجلد ذاتك. انت مش مطلوب منك ولا انتي ان انتوا تجلدوا ذاتكم خالص، ولا تجلدوا ذات الاخرين لما يخطئوا او يعصوا ابدا، خالص نهائي. لكن احنا مطلوب مننا احنا نعرف الخطأ بتاعنا، ومطلوب مننا اصلا ان احنا نخطأ عشان نتعلم من اخطائنا، ومطلوب مننا ان احنا نعي وندرك الاخطاء اللي في حياتنا على القدر المستطاع، لان احنا هنفضل نغلط وهنفضل نعصي لغايه لما نموت كمان. لكن مش مطلوب مننا ان احنا نجلد ذاتنا. جلد الذات شيء مش حلو خالص، بيوصلنا لقسوة قلب، بيوصلنا لإحساس مش حلو جدا يعني. لا تعاتب نفسك على الخطأ ولكن تعلم منه. لا تعاتب نفسك على الخطأ ولكن تعلم منه. وفي حتة مهمة جدا جدا، أعرف ناس كتير ما بيتكبروا إن هم يقولوها للأسف، إن الإنسان يعتذر لحد أو حتى يعتذر لنفسه، عنده يعني بيبقى عارف الغلط وعنده كبر أو كبرياء نحو الأمر يعني. فلا، مهم جدا انك تقول لا على امور انت مش موافقها او مش تناسبك، وما تجيش على نفسك ولا تضغطي على نفسك. مهم جدا جدا انك ما تجلدش نفسك زي ما قلنا، دي حتة مهمة قوي. مهم جدا انك تتعلم من اخطائك لان هو ده المطلوب، وانك تكون رفيق بالاخر ايضا. فانت لما تتعلم تلك المعاني وتبقى فيك وتبدأ تتغير، هتحس ان انت بقيت انسان سوي ومتزن وانت كمان، فبالتالي هتحسي بالاخر وهتعرفي تتعاملي معاهم. ده اكتر الحاجات المبدئية اللي انا اقدر اقولها لكم بشكل مختصر جدا، ان ازاي ان احنا نخرج نفسنا بره اللي احنا فيه، وان احنا لازم دايما نستشفى ونشفي من اللي احنا فيه باستمرار. والدعاء ده اللي انا اختم بيه، ان احنا لازم ندعي ربنا سبحانه وتعالى دايما، ويبقى عندنا ذكر واوراد، عشان ده اللي بيطمئن انفسنا ونفسنا، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. شكرا على خير.